مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ كل سنة وانتم طيبين. لو عندك لفة جلاش موجودة من فترة طويلة في الفريزر ومتقطعة كده ومش عارفة تعملي بيها ايه، يلا تعالي كسري الجلاش وقطعيه حتت صغيرة زي ما انت شايفة كده وفرطيه من بعضه، وتعالي اقولك هتعملي ايه. هتعملي احلى فطيرة شرقي انما جميلة جدا جدا جدا. هنحتاج ايه؟ هنحتاج حبة من البيض واحدة بس، هنحتاج 3 معالق من السمنة، ويا ريت تكون سمنة بلدي علشان ما شاء الله تخلي الاكله بتاعتك مفحفحه، او زبده عادي، كوبايه من اللبن، وشويه ملح وشويه فلفل اسود ومش اكتر من كده. يلا حطي حبه من السمنه كده في القاع بتاع الصينيه بتاعتك علشان ندهنها كده من تحت، علشان بعد كده تاخد اللون الاحمر الجميل. صينيه بايركس، صينيه عاديه تمام التمام. هتعمليها بحشوه، هتعمليها ساده، هي معاكي شغاله في كل الحالات. ما شاء الله فيديو قصير لكن هتطلعي منه بوصفه جميله جدا. انا النهارده هعملها لكم فطيره شرقي ساده. الفطير او الجلاش هنكسره وهنقطعه زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي. انا هعملها ساده فهنزل كل الكميه على بعضها. لو انت هتعمليها محشيه نزلي نص الكميه وحطي الحشوه اللي تناسبك، سواء لحمه مفرومه، سواء شاورما، سواء ميكس جبن. ايه الوصفه ايه اللي تريحك حطيها. انا هعملها النهارده ساده معاكم. فيلا نعمل بقى الخليط اللي هنشرب بيه الصينيه بتاعتنا. هنكسر البيضة زي ما انتم شايفين، ودايما في كل فيديو عندنا لا يمكن نعدي الفيديو من غير ما نزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اي لون اخضر ازرعي النخلة في الجنة ان شاء الله. طبعا هنضرب البيضة كويس جدا مع الملح والفلفل الاسود علشان تبقى اتضربت كويس وما تبقاش متقطعة بعد كده مع الحليب. اهم حاجة اضرب البيضة الاول كويس جدا زي ما انت شايفة. وطول ما انت بتضربي البيضة يلي خلي لسانك ذاكر، وطول ما افكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. هننزل بقية السمنة اللي هما ال3 معالق اللي معانا، هنحطهم برضو مع البيضة والفلفل الاسود والملح، وهننزل بالحليب ويلا نقلب نقلب نقلب. وطول ما بنقلب طول ما لساننا ذاكر. ربنا يا رب يعيني ويعينكم على الصيام يا ارحم الراحمين. وصفة جميلة جدا وسهلة جدا، وما شاء الله النتيجة بتاعتها هتفرحك وهتفرح ولادك. ما شاء الله تبارك الله، هتتبسطوا قوي انتي واولادك، وفي نفس الوقت ما تعبتيش فيها ابدا ابدا، ولا بقى رقات ولا سمنة بين كل طبقة وطبقة ولا اي حاجة. يلا انزلي بقى بمقدار السوائل اللي معاكي، شربي بيه كل الرقاق اللي معاكي او كل الجلاش المتقطع معاكي بالطريقه دي. وحاولي بقى ايه بالمعلقه كده تزقزقي كده، يعني تخلي ايه الجلاش يتشرب كده كل السوائل اللي احنا حطيناها دي. وما شاء الله تبارك الله هتدخليها على فرن سخن زي ما انتوا عارفين، وشوفي ما شاء الله الجمال والحلاوه. طبعا هندخلها اول فتره على الشبكه تحت، ونعلي النار، مش هنعليها، هنخليها متوسطه يعني لحد ما نلاقي ايه احمرت من تحت. اول ما تحمر من تحت هنشغل لها الشوايه من فوق، نار هاديه بسيطه عشان تطلع اللون الاحمر المكرمل الجميل القمر اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. يبقى اول شويه هنحطها على الفرن من تحت، وبعد كده هنشغل لها الشوايه من فوق حبه صغيره لحد اللون بتاعها ما يبقى ذهبي كده وقمر القمر. وربنا يا رب يصلح حالي وحالكم وحال جميع المسلمين. اهو اللهم بارك. شوفوا شكلها ما شاء الله تبارك الله طالعه من الفرن اهيت. شوفوا ما شاء الله مقبه كده وجميله وحلوه زي ما هتشوفوا معايا. شوفوا اهي، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، وطريه على فكره في نفس الوقت. عارفين جميله، الوش بتاعها محرفش شويه لكن من جوه هي طريه وجوسي قوي. عايزه تحطي جواها حشوات، عندك جبنه موزاريلا يا سلام، لو حطيتي على الوش حبه كمان هيخلوها تروح في حته تانية خالص. لكن بصراحه انا في اليوم ده ما كانش عندي اي امكانيات للحاجات دي، وكنت صاحيه متاخر وحابه اعمل لهم حاجه بديل للسمبوسه. بدل ما اعمل سمبوسه قلت اما اعمل لهم الصينيه دي، وقطعتها مربعات وكل واحد اخد واحده كانها سمبوسه بالظبط. وقالوا لي يا ماما طعمها حلو جدا. وصفه سهله وسريعه وفي نفس الوقت لذيذه. وايه ده كمان يا هنا، دي كمان صينيه كنافه كنت عاملاها والفرن سخن بالمره. فقلت يلا انا مش هعديها كده، انا هشربها الشربات معاكم ونفتح نفس بعض كده واعمل لك احلى صينيه كنافه ما شاء الله تبارك الله. اللي شكلها عجبها وبتقولي الكنافه شكلها حلو يفتح النفس وعايزه الطريقه، انزلي قولي لي في التعليقات يلا يا هنا اعمل لنا صينيه كنافه، وان شاء الله قولي لنا الطريقه بتاعتهم برده سهله وحلوه قوي. لو عايزين الطريقه انزلوا اكتبوا لي واعمل لكم فيديو خاص لصينيه الكنافه باذن الله. الكنافه جميله جدا وهتتشرب، والسر والتركايه لو انا عملت الفيديو هقول لكم على كل الحركات. وزي ما متعودين ندعي لينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر أمي هي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له هو وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. الله
اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم آمين. أم محمد حبيبتي من السعودية وردينا، ربنا يرزقكم الذرية عاجلا غير آجل. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا يا رب. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهرك الكريم، وكل سنة وأنتم طيبين.